السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنعمل معاكم فكرة حلوة قوي قوي اللي هتعجبكم جدا، او افكار كتير من صفيحة السمنة هتنفع ستات البيوت في حاجات كتير. بصوا يا حبايبي، اللي عنده صفيحة سمنة زي دي او صفيحة جبنة، دي صفيحة جبنة بس احنا عايزين الصفيحة الكبيرة. ده يعني هنقول لكم كده، انت عندكم بوتاجاز وكنز في البيت، تمام؟ هنقول لكم على كذا فكره من صفيحه السمنه دي، يمكن تعجبكم والافكار تعجبكم فيها. للامانه الافكار دي او الفكره دي بتاعت خالتي. انا كنت بدور على صفيحه سمنه، كان عندي فكره في دماغي كده، فايه خالتي زودت عليها. انا تقولي كان عندي، لا انا سالت، اقسم بالله سالتك على صفيحه سمنه. انا اللي دايما بتكذبيني كده على النت كده. الفكره بتاعتها هتقولي ما هي انا اول ما بدات قلت الفكره، الافكار اللي انا هقولها دي بتاعت خالتي. انا في فكره واحده بس هي بتاعتي انا. طيب ايه فكرتك بعد ما انا هقول اهو. طيب هقول فكرتي وفكرتي. طيب قولي يا ماما. بصوا يا حبايبي، اهم حاجه ان انتوا يكون عندكم صفيحه سمنه كبيره، تمام؟ هنقول لكم بقى على الافكار بتاعت خالتي وبتاعتي قبل خالتي. قولي انا ساكته برضه، صبر عليك. صبر ايوب عليك. بصوا الصفيحه من هنا مصديه بس مفيش اي مشكله. اول حاجه معانا الصفيحه الفتحه بتاعتها اهي، فتحتها العاديه، ادي فتحه الصفيحه، تمام؟ بصوا بقى، خالتي عملت فيها فتحه تانية لسه عاملاها دلوقتي. هنقول لكم ايه اللي هنستخدمه في الصفيحه دي، من جوه ومن فوق ومن بره ومن كل حته. خالتي عملت فيها الفتحه دي في الصفيحه، بس صراحه هي المفروض كانت تزودها شويه، شغلها في الهندسه مش عاجبني. المفروض تروح تاخد درس هندسه. معلش، ما هي في دي كل حاجه في الكمبيوتر شغال. انا بقول لك اهو، انت المفروض مش عاجباني يا ام محمد. معلش، الكمبيوتر شغال وزي الفل. طيب الفكره اللي عند خالتي حبايبي ان الصفيحه دي تنفع يعني تعملوا عليها كذا حاجه. كذا حاجه زي ايه؟ انا صراحه لما كنت عايزه اقول يعني، او الفكره اللي كانت عندي ان مثلا الناس اللي بيروحوا الجناين وما عندهمش شوايه ممكن تعمليها كشوايه. ده كانت الفكره الوحيده اللي عندي، ان احنا ممكن نعمل من صفيحه السمنه دي ناخدها معانا الجناين، وبعد ما نخلص نرجعها تاني ان احنا نشوي عليها فراخ او سمك. هقول لكم ازاي بنشوي عليها حبايبي. خالتي قصتها طبعا وظبطتها، هي صاحبه الفضل بعد ربنا في الموضوع ده، تمام؟ كملي يا ست ام محمد. معقول يا ماما. بصوا بقى، بعد ما قصينا الصفيحه بالشكل ده، تمام؟ احنا مثلا عايزين نشوي فراخ، حلو كده، بنملى هنا فحم كتير، فحم. لا الاول هنحط ايه؟ رمله. رمل، تمام. رمله هنا كده، واخده بالكي؟ نقفل الحته دي بقلب طوب او حته صفيحه، نعمل ايه؟ نصها رمله ولا 3/4 رمله، نروح حاطين الفحم ومولعينه، تاخده بالك؟ وحاطينه يعني لازم نولعه كده ونحطه ايه؟ مولع فيها. وبعدين نحط الشوايه. الشوايه طبعا بتبقى صغيره غير دي اهي، في شوايات صغيره. مش حلو كده، كبيره دي. ماشي. وبرده ما اهي والصفيحه اساسا هي هتولع نار من هنا، يعني هتشوي لنفسها. بس لما تسخن، ده الصفيحه لما بتسخن بتكون مولعه نار. فهي الفكره ان احنا ممكن نشوي عليها فراخ، ولو بنحب شويه كفته نشوي عليها كفته وسمك زي الفل. ده كله واحنا قاعدين كده، واحنا قاعدين في الجناين كده، واحنا قاعدين في الله هوا. كانت تستاهل شويه هالوقت احسن ما نشيل الشوايه او اللي ما عندوش شوايه. اسمها ايه؟ شوايه اللحمه الكبيره. يبقى دي اول فكره من صفيحه السمنه، او دي 3 افكار اهو، سمك وكفته وفراخ، هي كلهم واحد. بنتفق على حاجه واحده في الناحيه دي، تمام؟ بصوا بقى يا حبايبي، لو احنا دلوقتي بقى ايه عايزين نطبخ عليها وما عندناش كانون زي اللي ام الاء الحلوه دي، البوتاجاز خل، الانبوبه خل، زي الكانون اللي ست ام الاء عملت، واللي هو الكانون ده. عملتيه صراحه وتعبتي يا ام الاء. يا ست ام محمد، يا سلام عليكي، ما فيش كلمه الواحد يقولها ابدا كده. بامر الله هعمل محشي عليها ان شاء الله. دي مش عارفه طيب. القانون هالوقت اللي مثلا نفسه ياكل محشي على الفحم او على الخشب، تمام؟ هنقول لكم على فكره حلوه قوي قوي ان انتوا تسووا بها المحشي. بعد ما نعمل المحشي في البيت عادي ونلف المحشي ونخليه زي الفل، حلو كده. الصفيحه بقى هنملاها شويه رمله من هنا، وهنحط من تحت هنولع الفحم. هنولع الفحم ونسقطه فيها كده. وريني خشب برضو للمحشي لما المحشي يفوق. طب هنوريكم من هنا، بصوا يلا هنروح مثلا ايه حاطين ايه اللي هتبقى لحد هنا ايه؟ رمله. هنروح احنا جايبين مثلا ايه طوبه كده
سدينها سدين خشب عندنا في البيت كده يعني، عشان الحله تفور يعني نعتبر دي قانون. محبه خشب، محبه فحم، اي حاجه اللي انتوا عايزين، اهم شيء الحله تفور يعني. تمام. هتبقى الحله. اهم شيء بصوا بقى، وهنروح حاطين هنا 4 طوبات بقى علشان نحط الحله عليها اهي. تمام. اوريكم بس الحله. بصوا يا حبايبي ثواني، حطينا 4 طوبات اهو علشان ترفع الحله ما تكتمش النار تحتها. أيوة. بعد ما ولعنا حطينا الرمله وحطينا الخشب والفحم وكل حاجه، هنروح بقى حاطين ايه؟ الحله. المحشي بتاعنا اهو. شفتوا؟ يبقى النار هتطلع من تحت فل الفل اهي. بصوا يا حبايبي ادي شكل الحله اهي. واحنا ايه؟ والنار واحنا بنطبخ عليها مثلا المحشي، لو حابين ناكل محشي على مش على البوتاجاز، على الفحم واحنا قاعدين. تمام. هي الحله يا حبايبي دي هي شكلها كده ما بتطلعش منها الثمار ده، فخلينا في الفكره بس. الحله جايه من تمام. بصوا بقى، يبقى احنا عملنا ايه؟ يبقى دي 3 أو 4 فكره في الموضوع. حلو كده. يبقى بنسوي محشي، وممكن مثلا نعمل عليه ايه تاني؟ ممكن نعمل عليه صينيه كنافه. تمام. والله العظيم والله احنا بنقول لكم افكار، وحياه ربنا ممكن احنا نفسنا نعملها لكم في حلقات. هي عشان كذا فكره، فما ينفعش نعمل فراخ وسمك ومحشي وكله في نفس اليوم. ليه؟ ولو جبنا الصاج ده حبينا نشوي من فوق نشوي عادي. تمام. هنقول لكم بقى على فكره 4 أو 5. طبعا الفكره اللي عندنا بقى ايه؟ اللي هي الاخيره، مش الاخيره على فكره، هي الافكار بتيجي في مخنا واحنا ايه بنتكلم معاكم. مثلا لو عايزين نعمل عيش عليها، تمام، بنحط صينيه من بتاعه الكيكه او الحلويات على ظهر الصينيه، او طاسه كمان. تمام. يعني لو احنا هنفترض ان احنا هنعملها في طاسه تيفال، العيش اللي هو بالدقيق والخميره وشويه ميه، ده اللي هو العادي ده اللي بنفرده ونسيبه لغايه ما يخمر مره تانية، ونبدا نحطه في الطاسه، تلاقيه ايه كده، ايه اب وارتفع لفوق كده، بنروح قلبينه للناحيه التانية ومطلعينه. هو ده العيش اللي انا بقول عليه. بنروح حاطين هنا طاسه او صينيه من بتاعه الفرن المدوره على قد الحته دي، ولا هنرفعها ولا حاجه. احنا عايزينها تكون كاتمه للهواء على النار على فكره، مش هنرفعها بطوب ولا حاجه. هنحطها هنا او هنا، لو هنا ممكن نحطها هنا، تبقى جميله كمان احلى من فوق. تمام. والصينيه هتسخن جامد على ظهر الصينيه بقى من فوق، من حيل السخونيه اللي هنا دي هي ده هتسخن. تمام كده. وهنعمل بقى العيش بالراحه وبهدوء، يعني ايه برزانه كده. تمام كده على ظهر الصينيه من فوق. وهنفرد بعد ما نخلص فردان العيش كله ونسيبه يخمر مره تانية، هنروح بقى ايه ماسكين العيش ومسويينه على النار على الفحم والخشب. تمام كده. يبقى دي فكره كمان يا حبايبي. معرفش بقى في افكار تانية، بس دي كذا فكرة صراحة جت في دماغنا واحنا يعني ايه بنفكر ان احنا نعمل انا كنت صراحة عايزة اعمل حلقة ان احنا نسوي محشي على صفيحة السمنة، وان شاء الله هنعملها. الرز يا عليها عين يعني، اللي لان على فكرة الفحم شديد، الفحم ما بيتولع ناره شديدة، مش بيطفي بسهولة، بدنه ايه مصهلل كده ومولع. ممكن بطاطا على الفحم من جوه. انت كده يا ام محمد زودت اول موضوع. ليه الفحم وهي نايمه كده ممكن ارص؟ لا طب ما كده لا يعني خلينا في الحاجات ما اعرفش، بس صراحه يعني ما جربتهاش. انما في حاجات احنا جربناها على الكانون ده، فايه كانت سهله يعني، المحشي ما خدش وقت كتير. تمام. فاحنا قلنا طب ما احنا ممكن في ناس تكون هنسوي المحشي تحت في الحوش عندنا. بصوا يا حبايبي، في يوم هنعمل لكم محشي على الصفيحه هنا عشان ناكد لكم الكلام، وفي يوم تاني ان شاء الله مش دلوقتي يعني هنعمل لكم برضو عليه، ممكن نشوي عليه فراخ او كفته. وكمان ممكن برضو في حاجه نعملها، ان احنا نحط الصفيحه ديت على البوتاجاز ونسخن عيش عليها لو احنا واقفين كده. حلو كده. يبقى دوت كذا فكره واحنا قاعدين اهو. بس في افكار بتيجي، احنا عاملين الصفيحه دي مش عشان البوتاجاز على فكره خالص، احنا عاملين الصفيحه دي عشان اللي بيحب يطلع الجناين او اللي بيحب يشوي فراخ. نشوي ذره عليها، نشوي ذره يا ست ام محمد، ما نشويش ليه؟ يشوي والله طب تبقى تشويت الذره ممتازه عليه. ماشي. احنا برضو حبينا نقول لكم كذا فكره، واهمهم شويه محشي. في ناس كتير بتقول يا نفسنا في محشي مثلا من على الكانون او محشي بتاع زمان، ديت احلى من الكانون وانضف كمان. وفي البيت قاعده وانت قاعده ممكن يعني هي كل اللي فيها هي الرمله اللي بتحطي فيها، هو الرمله في البلكونه كده وبس، ممكن من هنا او من هنا. فهي دي كانت الافكار على صفيحه السمنه. كذا فكره، وان شاء الله بامر الله تعالى زي ما قلنا لكم هنعمل لكم اللي هو ايه وهي دي كده
يا سلام والنبي، وتنفع هنا يا مالا اهي من غير طوب ولا اي لا حاجه. لا عشان بس ما تميلش يا مالا. لا هي عايزه حته البتاعه دي تردها. استني يا مالا كده اهي، مع شغلي معلم. شفتوا اللي بقول لكم، ولا صيني ولا ياباني، ده صنع بلادنا. مال هنا اهي صنع ام الاء وست ام محمد اهي، وهنا شغاله الناحيتين، ما اشتكتش الولي. بصوا يا حبايبي، هي دي كانت الافكار بتاعتنا النهارده. احنا كنا عايزين نقدم لكم فكره جديده لاي حد نفسه يعمل حاجه. زي ما بنقول كده، الحاجه ام الاختراع. مفيش طبعا زي ما بقول لكم مفيش حاجه اسمها مستحيل، والحاجه ام الاختراع. لو شغلنا مخنا شويه ممكن نعمل اي حاجه وفي اي وقت في بيوتنا من غير تكلفه، ومن غير ما نشتري حاجه، ومن غير ما نخسر نفسنا خالص. ولا اشترينا شوايه ولا اشترينا حاجه نشوي عليها. هي الصفيحه والله ببلاش، جانب بلاش. ما احنا قلنا بقى نعمل عليها فكره. يا رب تعجبكم. طبعا جاي فيها حبه ميه بملح من عند البقال لمخلل فلفل صراحه. طبعا اذا عجبتكم الافكار بتاعتنا النهارده، بسم الله ما شاء الله عليها، الحله ماشيه لو واخداها على الصفيح. والله بتلف لي وحدها اهي. اذا والله العظيم هنعمل لكم حلقه المحشي. طبعا اذا عجبتكم حلقه الافكار بتاعتنا النهارده بتاعه صفيحه السمنه يا حبايبي، زي ما انتم شايفين كده. طبعا مش هنقول لكم ما تنسوناش بلايك ودعوه حلوه منكم كده، توصوا بيا. انا سيبكم من ام الاء، سيبكم من ام الاء. ام الاء الرخمه دي. يلا يا حبايبي، نسيبكم بخير ونشوفكم بألف خير ومع ألف سلام. مع السلامة.